مشاهدينا كل سنة وحضراتكم بألف صحة وخير. النهاردة بنحتفي ونحتفل بعيد الأضحى المبارك، أعاد الله علينا وعليكم اليوم والخير والبركات. الحقيقة فيلم هجرة الرسول فيلم مهم جدا، أبطاله الفنانة ماجدة والفنان إيهاب نافع وعدلي كاسب سميحة توفيق مع حفظ الألقاب، ومن إخراج المخرج الكبير إبراهيم عمارة. بالنسبة للديكور محمد عبد الفتاح البيلي وحبيب خوري، وهو كمان مصمم الأزياء. المهندس أحمد سعد الدين. خلينا نتكلم على مشهد الافتتاح أو الافتتاحية الخاصة بالفيلم. في لقطات بانورامية بتاخدنا في اللوكيشن، وزي ما يكون في تمهيد للمتلقي والمشاهد ان هو يشوف اللوكيشن عامل ازاي، يشوف مكة المكرمة عاملة ازاي، كأنه مدخل للأحداث بعد كده. والحقيقة إن هي مش دقائق معدودات، يعني هي دقايق طولت شوية. ده بيخلي في جهد مضاعف على مهندس الديكور، كمان بيكون في جهد مضاعف على الموسيقى. أستاذنا علي إسماعيل. بالظبط كده، أنت بتعتمد، حضرتك مذاكر كويس قوي. لأي مدى الفيلم ده نجح في هذا الأمر، وقدر المخرج ومهندس الديكور ومؤلف الموسيقى إن هم ينجحوا في إن هو يقدموا للمتلقي ومدير التصوير. ومدير التصوير طبعا. اللقطة الافتتاحية اللي هي الاستابليشنج شوت دي بتبقى في أي فيلم مش التاريخي فقط. المخرج لازم يحط لقطات واسعة في الأول يستبلش بيها المكان، يعني يستعرض فيها المكان. الواسعة اللي هي الوايد بالظبط زي الكاميرا دي كده بالظبط. لو احنا بدأنا بلقطات كلوزات، دماغي كمتفرج مش هعرف أربط ما يسمى بجغرافية المكان، مين قاعد شمال مين قاعد يمين، ودي حرفية إخراج بحتة. فلازم المخرج بتاعنا يورينا المكان. طبعا بطبيعة الحال الاختلاف برضو بتاع الفيلم التاريخي ان انت عندك المكان بقى ده انت اول مره تشوف، لا ده انا عايز اوري المتفرج المكان اللي هو مشتاق يشوفه. والناحيه دي على فكره تجاريه وفنيه الاثنين. هو داخل دافع التذكره عشان يشوف صناع العمل تخيلوا هذه الحياه بالشكل عامل ازاي. ليه بقى؟ لان الحياه دي غير موثقه، وده اصعب حاجه على فريق العمل واصعب تريبل على مهندس الديكور ومصمم الازياء. مدير التصوير طبعا الموضوع بيبقى بالنسبه له صعب برضه، لان مدير التصوير بينور لوكيشن لازم يكون الاضاءه بتاعته مستخبيه، هي اضاءه صناعيه، مجهود مضاعف علشان اخبي مصادر الاضاءه بتاعتي. مصادر الاضاءه بتاعتي الصناعيه حتى لو في النهار ممكن يبقى فيه مكملات صناعيه او ممكن يبقى فيه عواكس، لان انت لو اعتمدتي على نور الشمس فقط وخصوصا على خام السينما يا اما الصوره تبقى محروقه قوي يا اما تبقى ضلمه قوي، لازم يقفل فتحه شويه عشان ياخد كميه الاضاءه اللي هو عايزها ويعادل بعواكس. فيعني عموما هي كانت صعبه على كل الناس مش مهندس ديكور بس. خلينا نتكلم الاول عن ايه كان اسهل وايه كان اصعب. اسهل لوكيشن اتبنى ديكور في الفيلم كله هو الكعبه. الايه؟ الكعبه. معقوله؟ ده اسهل حاجه. ليه بقى؟ لان ليه مرجعيه، بس له قدسيه برضه، الناس تبقى خايفه ان هم يعملوا اي حاجه او المقاييس يعني ما تبقاش مظبوطه، فبيبقوا خايفين اكتر. بص لو خرجنا بره رهبتنا من قدسيته وحللناه بشكل موضوعي متجرد هنلاقيه هندسيا عباره عن مكعب. صحيح. تمام. أيوة. طبعا هو الكعبه شيء مقدس بالنسبه لنا، انما هندسيا هي مكعب. أيوة. مكعب ليه دايمنشنز موجوده على النت. ايوه. ويعني موجوده في الكتب ايام ما اتعمل فيلم 64. وفي كلام مكتوب عن الكعبه وعن كسوتها وازاي كسوه الكعبه كانت بتعبر عن السياده، بمعنى ان هوازن لما تبعت كسوه الكعبه يبقى بتفرض سيادتها على المنطقه، قريش لما تكسي الكعبه هي بتفرض سيطرتها وهيمنتها، وكان موصوف بالظبط ايه الاتواب وايه الوانها اللي بتتحط والشكل عامل ازاي والحجر اللي مبني منه الكعبه وشكل الاصنام يعني طبعا. فهو شكل الاصنام ملوش مرجعيه ثابته عندنا الا في بعض الاشعار يعني. انما اللوكيشن عموما مش صعب خالص لان هو ليه ريفرنس ومرجعيه اقدر ارجع لها واخد منها واشتغل. وطبعا مشاهد سرقه القوافل دي كانت في الخارجي، شغل مهندس الديكور. في مشاهد القوافل كان مجرد السروج والرحال بتاعه الجمال والحصنه وشكل القافله وهي ماشيه، انما كلوكيشن ديكور مبني ما كانش فيه. صعوبه الافلام التسجيليه بتبقى على مهندس ديكور فيما يسمى بالمرجعيه. انا عندي طرز معماريه موثقه، الروماني موثق، الباروك، الروكوكو، كل ده موثق. اما انت بتتكلمي على مجتمع قبلي كان يجهل الرسم، كان بيكتب بس ما كانش بيرسم، ما كانش فيه تصوير، كان بينحت نحت بدائي. ده تصوره عن الفنون. هو مجتمع قبلي صحراوي قاسي، تقبل الفنون فيه كان صعب جدا، وبالتالي تقبل الافكار المختلفه كان شبه مستحيل، وده كان صعوبه نشر الدعوه على رسولنا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. طب نجيب منين بقى التوثيق؟ الفن الوحيد اللي كانوا بيجودوه هو ايه؟ الشعر. فهنا تلاقي الموضوع قلب لغه. احنا بنجيب مرجعيتنا الوحيده اللي نقدر نجيبها منين؟ في ازياء شبه الجزيره العربيه في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وما قبله، والمعمار من الشعر. يعني مثلا في كتاب مهم جدا في الموضوع ده اسمه ازياء العرب في الشعر الجاهلي، ده الاستاذ دكتور يحيى الجابوري.
ده كتاب يعني مهم جدا، بس هو لغوياته صعبه يعني ثقيله صعبه يعني. جدا جدا، فمحتاج استاذ لغه يعني. يعني فهنا تلاقي وصف اللبس، وصف المعمار كان بيبقى موجود في الشعر. يعني مثلا امرؤ القيس شاعر من اهم شعراء الجاهليه، كان ليه معلقه بيقول فيها: فقمت بها تمشي تجر وراءنا على اثرين نير مرط مرجلي. لما يجي بقى استاذ اللغه يفسر الكلام ده يقول لك نير يعني فاصل مخيط، اللي هو اللحمه الخياطه بتاعه الثوب. مرطن ده زي إزار يؤتذر به من الكتان أو الصوف. مرجلي أي مرصع، وقيل أي يغطي القدمين. أنت مش بتفسري ده، يعني أنت بتاخديه متفسر. فأنت بتتخيلي، أنت شفت صورة واحدة ماشية بتجر وراها ديل من خامة معينة وليه مقاس معينة، من شعر فأنت نقلتيه من الشكل لتصور مرئي مرسوم على ورقة بقى. وكذلك بقى الأمثلة كتير على هذا الموضوع في الأزياء والديكور. نعم. طيب المهندس أحمد، خلينا نتكلم عن التناقض الشديد الذي بدا واضحا في الديكور الخاص ما بين سادة قريش من الكفار، وأيضا ما بين العبيد زي حبيبة وفارس وآخرين اللي اعتنقوا الإسلام في السر أو اللي حياتهم أكثر هدوء. طيب هو الموضوع كان ليه شقين، شق راجع للمرجعيه زي ما اتكلمنا وهو عايز يقول ايه في الدراما، والشق الثاني هو بدايه ظهور الالوان. يعني حتى تلاقي مثلا ايه فيلم عنترة بن شداد يقول لك بكل فخر بالالوان الطبيعيه، لان كان في اقبال شديد على الالوان فكان في مغالاه شديده في استخدام فرحانين بالالوان بقى فبيكتروا بقى من التفاصيل. اللي خرج من يعني المغرز ده ما وقعش فيه فيلم رساله، فيلم الموميا اللي راح سيد عبد السلام، استاذنا عبد العزيز فهمي مدير التصوير، كان يعني ما كنتيش بقى تلاقي جيلاتينه حمراء هنا وخضراء هنا، لا يعني على عكس مثلا رد قلبي تلاقي استخدام الالوان غير منطقي وزياده، لان هو ده كانت سمه العصر. استوقفني فكره ان ساره الراقصه اللي هي محركه لكل الاحداث اللي هي بتحرض على الرسول عليه الصلاه والسلام. بيتها كان فقير جدا، انا ما كنت شايفه فيه اكسسوارات تتناسب مع الصخب الشديد، وفكره ان هي راقصه بتعيش حياه الليل هي غنيه وغنيه. نعم. ووالدها داوود برضو اللي هو صنع السيوف، ما لاحظناش ده في بيتهم الاثنين اللي هم عايشين فيه. ده طبيعي. يا ترى ليه من وجهه نظرك؟ ده طبيعي لان هو بيركز على فكره الشخصيه البخيله الباحثه عن المال، لدرجه ان هو بيشغل بنته في هذه الشغلانه الوضيعه وكل همه جمع المال، فما كانش من المنطقي تماما ان هو يسري بيته ولا حتى يوسع على نفسه. هو شغال حداد وحياته قاسيه، وضيفي على الطبيعه الصحراويه اللي ما بتتقبلش فكره الفنون او ما بتفهمهاش، فهو مش هيعمل ده. ضيفي على كده البخل الشديد، فهو مش هيفهم ده. فطبيعي جدا، كان طبيعي جدا البيت يكون متواضع وبسيط. اما الحانه كان لازم تكون مزخرفه، وكان لازم تشير الى الدنيا، ان هو عامل هنا كونتراست ما بين الدنيا والاخره. وان كنت انا يعني اعتقد ان كان الزخارف بشكل نوعي مش بشكل كمي، الكم كان طبيعي انما نوع الزخارف نفسها اعتقد ان هي كان المرجعيه بتاعتها مش دقيقه شويه، وانها برضو ما كانتش لافته النظر قوي. كان في برضو حاجه يعني فكره الكوابيل اللي هي الحوامل اللي بتشيل الدعامه اللي هي دلوقتي بقت كمر. دي ما كانتش كمر، ده كان بتبقى فلايق نخل، يعني نخله مفلوقه نصين بتتعمل زي الكمر اللي بنعمله في بيتنا دلوقتي اللي هو بين عمودين. كان ليها شكل منتظم، قد يكون معمول كده في هذا الزمن وقد لا يكون. فهو الفكره ان انت الموضوع ملوش مرجعيه موثقه بشكل دقيق. طيب المهندس احمد، خلينا نتكلم على جزئيه مهمه، فكره الذروه في الاحداث في علاقه فارس وحبيبه. احنا ما عندناش مشكله طبقيه، لا دول هم قصه حب، والاثنين بينتموا لنفس الفئه الاجتماعيه او الشريحه الاجتماعيه، ان هم من العبيد وبيحبوا بعض، والاثنين اعتنقوا الاسلام. ولكن عندي مشكله اخرى وصراع اقتصادي ما بين فئه العبيد وما بين ساده قريش. فانا عندي دلوقتي صراع طبقي وعندي صراع ديني. تقدم ازاي من وجهة نظر حضرتك، وتترجم ازاي كمان بشكل الديكور او على مستوى الديكور؟ هو تقدم بشكل هايل كسيناريو من وجهة نظري، شكل هايل فعلا. وفكرة زرع شخصية حبيبة وفارس اللي هي شخصيات تخيلية خففت من دور الراوي. ودور الراوي في الفيلم الروائي بيبقى مش مقبول. يعني انا شخصيا ما بستصغش، ذوقي ما بيحبش فكره الراوي في الفيلم الروائي. طب انت ما خليه مسلسل اذاعي. انا ذوقي الشخصي يقبل الراوي بهذا الشكل، اللي هو الشكل التمثيلي، الشخصيه اللي اتزرعت عشان تدور الاحداث بهذا الشكل. وان كان سمه العصر كانت كده، يعني النهارده انت بتقبلي مده زمنيه مثلا للاغاني، ما تقبليش مده اطول كنت بتقبليها زمان. يعني هو برضو اختلاف اذواق، اختلاف اجيال، مش هو مش حكر على اللي انا بقوله، بس انا قصدي بتكلم في ذوقي الشخصي. ففكره ان انت زرعت شخصيه حبيبه وفارس عشان تحكي من خلالهم فكره رائعه.
واتعملت بشكل محبوك جدا ومش فج، وخففت من دور الراوي فاصبح مقبول الى حد كبير. فده بالنسبه للسيناريو. بالنسبه للصراع الاقتصادي انا ما كنتش شايفه عند العبيد من وجهه نظري. انا كنت لا شايفه ما كانش عند العبيد، كان ما بين العبيد وساده قريش. ساده قريش، ان هو يعني انا مش فارق معايا دين صح ولا غلط، انا فارق معايا اكل عيش، انا فارق معايا تجاره الاصنام، خدمه الحديد، انا فارق معايا ده. في وجود مجتمع لا يؤمن الا بالحياه الدنيا والفناء بعدها، لدرجه كان بيوئد بناته، فكان صعب جدا ان انت تقنعيه بان هو يتخلى عن كل ده، كل اقتصاده زي ما انت بتقولي، او كل موارده الاقتصاديه في مقابل بكره بعد الموت اللي انا مش عارفه. صحيح. والعبيد ما كانش عندهم غير التصديق، يعني ما هم هو كده كده ميت. فكان طبيعي ان فئه العبيد تؤمن بالموضوع اصلا عشان تتحرر وتحصل على الصفاء النفسي والسكينه، يعني وتتخلص من كل الموبقات او التعذيب او ما الى ذلك. يعني لو الرساله دي كانت وصلت لهم بشكل فلسفي زي بوذا مثلا، هو دخل بشكل فلسفي بعد كده الناس لو كانت الفكره دخلت لهم بشكل فلسفي اجتماعي، احنا هنحرركم واحنا سواسيه بصرف النظر عن الجانب الديني، كانوا برضه هيؤمنوا بيها من اعتقاد، يعني واحد بيتعلق باشياء. اما اللي كان بقى ايمانه قوي جدا انه يجاهد نفسه بهذا الشكل ويتخلى عن تجارته ويتخلى عن سيادته، سيدنا حمزه، سيدنا ابو بكر، سيدنا علي، الناس دي كانت اسياد، فان هم يتخلوا عن ده ويعملوا ده، هو ده كان فعلا التضحيه والجهاد الاقتصادي والجهاد النفسي. نعم. ده بالنسبه للسيناريو. بالنسبه للديكور طبعا هو كانت الطبقيه باينه جدا في الديكورات، وده شيء طبيعي. الفروق باينه. هو بس كان بيميز الحرملك. مكان الحريم ومكان الجواري كان بيديله طابع من زخرفي بشكل معين. في بيت مثلا ابا الحكم هم كانوا حتى بيندهوه يقولوا ابو جهل، ما كانوش بيقولوا ابو جهل شتيمه. ايوه بالظبط. هو اسمه ابا الحكم، هو سيدنا حمزه والمسلمين بعد الاسلام طلعوا عليه ابو جهل. فيعني هم مش عارف كانوا بيندهوه ابو جهل ليه. بس هل دي سقطه من وجهه نظرك؟ يعني هو مش تخصصي بس اعتقد. اعتقد كان بعض المشركين اصحابه بيقولوا ابو جهل. أبو جهل ما أحوجنا إلى كأس من الخمر على حسابه. ما أحوجنا إلى كأس من الخمر على حسابه رغم بخله الشديد. عند مساء يا أبا الحكم، عند مساء سيد قريش. طب خلينا نتكلم عن المكياج تحديدا. خليني ابدا بمكياج ابو جهل بما انك ذكرته. قربنا جدا من الصوره النمطيه، يعني فكره ايه ان هو عينيه تبقى جحظه وفي هالات تحت عينه وملامحه حاده والدقن الثقيله جدا والحواجب الثقيله. هل نجحوا يعني فناني المكياج في هذا الفيلم ان هم يضعوا اللمسات المناسبه لشخوص الفيلم؟ هو بص، يعني في حاجات برضو خلينا نكون موضوعين، في حاجات مناسبه جدا وفي حاجات بعتقد ان هي كان فيها مغالطه. زي ايه مثلا؟ الحواجب، الفكره انت بتستقي من الواقع ما يناسبك في الدراما. في ناس حواجبها بهذه الغلاظه ماشي، في بس ما كانش في وصف تاريخي يقول ان ابو لهب كان حواجبه بالشكل ده. بس في وصف تاريخي بيقول ان هو سمي بأبا لهب لان هو كان بيحني ده. هو مطلوب على فكره ان هو يضفي شيء من البشاعه على الشخص اللي هو عايزك تكرهيه، يعني ده مش غلط على فكره. ساعات بتنزل سخريات على ان الموضوع ايه، شوف مين حواجبه خفيفه تعرف ان هو هيسلم في اخر الفيلم. انا ضد على فكره، هو طبيعي ان انا اضفي شيء من البشاعه على الكاركتر، ان انا مش بصور الواقع، يعني مش بعمل دوجما. في مدرسه من السينما اسمها الدوجما، تحط الكاميرا وتصوري كده. صحيح. لا، هو المطلوب ان انا بنتقي من الواقع ما يناسبني، فانا بشوف الشكل انا ببشعه. زي ما انا في الديكور على فكره ممكن اعمل تكوين يخلي اللي قاعد مقفول، تكوين حلو جدا صح. وجميل جدا، بس هو مقفول، هو حاسس ان هيحصل صراع. التناول الدرامي او انت عايز تدي تاثير بشكل بالظبط، والا ابقى انا ماسك كاميرا بصور في الشارع خلاص. وانا ابو لهب اول من سيصليه العذاب بيدي. إلى أي مدى اتسقت الفنانة الكبيرة ماجدة مع الديكور أو أغلب المشاهد اللي ظهرت فيها؟ وخلينا نركز على جزئين، إن ماجدة في أول جزئية ما كانتش بتؤمن بدين الإسلام وبعد كده اعتنقت دين الإسلام. لاحظنا في الشقين قبل وبعد مكياجها مكياج ملائكي جدا، مفيش بقى كحل زيادة أو مكياج زيادة، كان نفس الوتيرة. هل ده ميزة ولا عيب من وجهة نظرك ومدى اتساقها مع الديكور؟ ده امتياز للمكياج طبعا ولمدير التصوير. على فكرة مدير التصوير عليه عامل كبير جدا في ان هو ينعم الوشوش.
بس لما نتكلم في فكره المكياج هو هي كانت ملحده، طب ليه ما تحطش مكياج صارخ عشان يتناسب مع جو الجاهليه؟ هي كانت ملحده قبل ظهور الاسلام، فهي ما كانتش ملحده يعني. انا اقصد ان هي ما كانتش كافره، هي كافره بشيء ما تعرفوش. صحيح. كلنا كفر بالشيء ما نعرفوش. ممكن تكون شخصيتها هاديه بالفطره بالظبط. مثلا. هو لازم يعني في حاجه اسمها التوحد مع الشخصيه، زي برضو ما استاذنا محمود محسن علمنا، كلنا بنخدم على الممثل. ده الفيرود بتاعنا اللي هيجيب له. تمام. ايوه بالظبط. كلنا لازم نخدم عليه علشان يظهر، ما ينفعش اعمل ديكور احلى منه او مش متناسب معاه. ما ينفعش مدير تصوير ينور نور يعمل لوحه تشكيليه يختفي الممثل جواها، انا بصور مين؟ فطبيعي جدا ان المكير هنا يخليها ملائكيه، والمخرج والسيناريست، يعني السيناريست اداها عفه عظيمه جدا لما دخلت لسيدها علشان يختلي بيها وهي رفضت. هي جاريه وده شيء غير منطقي تماما. مفيش حاجه اسمها كده، كلنا عارفين ان هي مش في ايديها تعمل ده. صحيح. انما هو خالف المنطق هنا بشكل سينمائي مقبول علشان يضفي عليها المزيد من العفه والطهاره فتحبيها اكتر. صحيح. فمهما عملت بقى انت هتحبيها. نعم. المهندس احمد سعد الدين شرفتنا ونورتنا، وميرسي جدا على طاقه المعلومات اللي قدمتها لنا النهارده عن فيلم هجرة الرسول فيما يتعلق بالديكور والتصوير وحتى كمان المكياج. شكرا لحضرتك. ميرسي قوي.